وانت يا عيني يا جمول ويم خدود المحمرة. وسعد عزم شحال على قتل الحرب لك. هلا ولو شي وين رايح وقف بك. شو القصة؟ والقين قتلته لك قتلته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هلا قبض بتضون لها الليل على خير. ولك فوزي من هذا اللي قتلته الله يرجعني فيك. بالله قتلته وصفيته لدمه وارتاحت منه كل ضيعتنا. يا عم في عيون العيب. ولك مين هذا؟ دوري بيجي هالقديني. كان ما يخلي قرش بندوره بضيعه غير ينقره. بو لعنة الله عليك يا واطي. بالله العظيم عقلك ما نكبر من عقله. حضي شعره من قلبي قطعته يا واطي. دخ يا عمي دخ. لكن يا عمي انا مثل جميل البرهوم امبارح مو اول امبارح نزل 40 صندوق بندوره على البازار. الله لا يوفقك يا جميل، والله تقوصه حبيبي أبا. حلستان بقى وقفوا يعني. هيدو اجا تبع المخطط التنظيمي. مبارك ما عملته، الله جعله ساعة خير. الله يبارك فيك. عقبالك يا استاذ. هلق هالكرتونات يلي كانوا وراك ورحت فين يا استاذ؟ خبيتن بالبلدي. شو بدي جيبن معي على رست القصة يعني؟ اي والله كان لازم تجيبن معها لانه الكرتونات تبعك بدن طبل وزمر وفقيعة. يسلم ما ذكرت يا ابو لوشي. ايه بالله هيك تطلع جرصة اكتر. هلا قبل كنت تقولوا لنا عن شو ما تحكوا. عن الكراتين. فهمت بس شو هالكرتونات؟ كرتونات مخطط تنظيم القرية يا خي ابو جميل. مخطط شو بيكون يا جماعة؟ هلق نحن بالمخطط ولا بالعرس؟ بالله المخطط فيه بينتظر، بس العرس والعروس أفين ينتظروا. وانت الصادق العرس افه بينتظر. وما قلت لنا يا استاذ شو المخطط؟ يا عمي الحاضر يعلم الغايب. الحكومة نظمت الضيعة. نظمت الضيعة؟ بالله شيء مريحة وسخة. بالله معك حق لانه الحكومة ما نظمتها، روحتها كلها بالقص. هلا شو عم كنت تحكوا حكوا؟ انا مالي علاقة، هني حطوني والضيعة تنظمت. عم بنت خالتك بتضلي تبكي، طولي بالك بيسوالك هيك. هاتوا محرمي بيضة شحارة ما نشفي الدمع دقيقة. ويلا لك يا جمول. الله يخفف عليها. هيني. لا والله ما هيني، الوحدة تترك بيت جماعتها ولا بتعرف شو ناطرة. هلق اذا كتير مقهورة يا جماعة حرام عليكن، استجمول بيت اهلها. احكوا مع الجماعة يرجعوا، وهون حفرنا وهون دمرنا. ضربتك تصير ضلعك. خلصونا بقى ردي يلا. هلا بيوصلوا الجماعة وبيشوفونا ساكتين، شو بدهم يقولوا علينا؟ وعلى جنينة الضايل ضل الضايج منا يقوم يفل. بعدك عيني يا العروس وانت برنج بتسوي الكل. على جنينة الضايل ضل الضايج منا يقوم يفل. بعدك عيني يا العروس وانت برنج بتسوي الكل. هلا عرفت لشو بيا لجمول كل ما شافني كان يقل ولك يا ابني يا زاهي لشو ما بتعمل مثل غيرك ولا ها؟ ليش ما بتزرع لك هيك شي بيت بلاستيكي بالوطن؟ بحضي لو زرعت بيت بلاستيكي مثل جميل افندي كان اليوم عرسك. بسيطة يا ابن البرهوم بسيطة، لكن بكره بتشوف شو بده يصير بالبيت البلاستيكي النشح. ولك الله يخرب بيت البلاستيك واللي جابه، خربوا لبيتي. مرحبا ولا اهلا سعد. وينك عن العرس؟ الدنيا قايمة قاعدة وانت هون. ولك بقوسك بتجن ولا؟ وقف عندك. هلا خلقتك انا. ممكن تفهمني يا حضرة الاستاذ المثقف يا رئيس البلدية كيف قدرتوا تمرقوا هالمخطط من ورا ظهرنا؟ كيف يعني من ورا ظهرك؟ كيف؟
اذا المهندسين الجايين من الوزاره ضلوا يجوا يروحوا 3 شهور. فشلت. الله يبريني عديني كانك عم تكذب. ولا وقت اللي كانوا بالضيعه كانوا ما يمسحوها. حل السن، وقف عندك يعني. ليه؟ الاستاذ جودة لا تظلمه، يوم المهندسين اجوا لعندي على البيت واحترمتن احترام مطلق، وكان معي المهندسي فرجي من كيستا، وضيفتن شاي ولبن، وعينت فيني المهندسي هيك يا ودبنت لي عيونها وقالت لي عمي ستو تايبين لبناتكم. ولو شي هلق بزمتك هي قالت لك طيبين لبناتكم. اي والله. واكيد فرجي من كيستا، ترى انا ما شفتها. ايه مزبوط ما شفتها لانه انت ما كنت هو. ايه صحيح لانه انا كنت بلبنان. سيد كمال هلق ممكن تقلنا حضرتك شو كنت ما تشتغل بلبنان؟ الحقيقة انا ببيروت عملت دورة بالاحلاقة. لا تكذبوا لك. قبل الدورة اشتغلت نتوفي بالباطون. ولا شو لك انا هاك اليوم حضرتك امتعضت وقت اللي قلت لك تعصب لنا هالقن. بدك يعني صرب هون بالضيعة. وما شاء الله بينقص من قدرك يعني. الله يسخموا لوشك. وصبيته للقن؟ لا بالله يا استاذ ما صار لي معلم باطون. الا بقى تصبه. ولا شو بقى؟ لانه صار بدك اذن من البلديه وعلى المخطط. بدي شو؟ ولكن اسمعوا انا بدي اذن البلدي وعلى المخطط. لك انا شو إلي علاقه؟ كل حجر بدها تتعمر بهالضيعه حسب المخطط، هيك القانون. لحظة يا ابو طقم مخطط، لانه بدي احكي مع جودات. ليك ولك جودات، اذا نحن بدنا نعمر بنعطيك 50,000 ورقة بتغطي النظام. الجيجي شو بدها تعطيك من شان القن؟ بحياة بيك يا ابو لوشي بلا ما صرتها هلا رح تفقع معي. لك يا جماعه انا شو دخلني؟ هن حطوني وهن هيك بدي. ولك اسكتوا لك قسما بالله بلبص لعيونك. طول بالك يا مختار، طول بالك. لك يا اخي يا ابو طقم مخطط خلي العقل منك. ولك ما سمعوا ابو لوشي شقفة قن صار بده رخصة وعلى المخطط التنظيمي. قسما بالله ما حد يخرب الضيع غيرك انت. هدي خي هدي. ولك شو ودي انا بدي اوفي. ولك يا اخي الله يرضى عليك زرعها بشويربه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لك البندورة البلاستيك مثل بندورة البعال. بلاستيكي؟ لك ايه ولك لا تخيز زمتك ها قول ضميرك. لا والله يا عمي البعل اطيب من البلاستيكي. والخيار؟ الخيار البلاستيكي مثل خيار جرف كنو. لا والله. لك والكوسة، لك الكوسة بحياته تشبه الكوسة البلاستيكي. لك كوسة حرف العاء. لا على زمتي ما مثله. ولك هذا اللي مجنني. شو اللي مجننك ولا؟ ليش بده ياني ازرع بندورة بلاستيكي؟ ليش؟ مينو؟ والله راح تفقع مرارتي والله تقوصوا. يا مسيو حسين خلونا نمشي بقى. لا بالله ما واحد منكم خاطي خطوه الا على جثتي. طالما قن جيش حقه 3 فرنجات بده رخصه من السيد جودات. بطلنا نعمر قن خيي، بطلنا نعمل رخصه وابقى بدنا نعمر قن. 600 عبنا نهجيشات خليني يفتصوا، خلي الشقيلات تاكلين منيح هيك. اوه يا مسيو حسين هلا شو فينا نعمل؟ ولك ديربك العمى هناك. بتعرف اني انا مختار الضيعه يا اخي والسبت نايم وذكى. بولوشي عند عيونك يا مختار. ورقه وقلم ناشف. ابي يمشي الحال قلم كوبيا. ولك بلا مصرة الله يرحمه لجدك. معقول بدنا نرفع عريضه للحكومه بقلم كوبيا؟ زهير شو بدك بولوشي؟ بتروح لعند عمك محمد سليمان بتقول له يبعث لنا دفتر 20 وقلم ناشف. ومين بده يدفع حقي؟ بتسجلن على المكتب. ما شاء الله مكرمك. علي يا عمي علي. تكرم عينك يا مختار. يلا يا جماعة ما دام انحلت خلونا نمشي بقى. لا تيوصل الدفتر 20 وقلم الناشف. واذا وصي؟ ولك ست بوسك ولك. بحياة بيك اللي بقى تحمقوا للبطقم المخطط. ايه واهلا وسهلا فيكن يا الجيتونا. ايه خضرة المرجي وانت الزيتونة. ايه ام العروس لا تشتكي ما اخذنا من عندك شيء. ايه ما اخذنا غير هالعروس بدنا ناخذها ونمشي. ما يزلغطه وسعد سامع عبد انت.
هلك معقولة مقلي الكوسة البلاستيكي مثل كوسة البعل؟ وانت قلتها، ولك هاد اللي مجننا. شو اللي مجننك ولا؟ ليش كان بده اياني اعمل بيت بلاستيكي؟ مين هو فهمني؟ ليش تفهمك يعني؟ شو النفع ها؟ دي خلينا نمشي رح يطلعوا العروس، ما سامع الزلاغيط. ولك سكيت يخرب بيتك ما اكتر حكياك. شو عملت لك ولا؟ طول عمرك صاحبي وبحبك. بتحبني مها؟ مبين والله انت اناني، ما بتحب الا نفسك. ها هلق عرفت يا زاهر، ويلي عليك انا. تأخروا العراسين كتير لك مريم، ليكونوا شو؟ بيعملوها. ردوا ورايا صبايا، يلا خلصينا بلشي. يلا. على جنين الضايل ضل الضايج منا يقوم يفل، ضايج منا يقوم يفل، وبعدك عيني يا جمول وانت برنج بتسوي الكل، وانت برنج بتسوي الكل، وعلى جنين الضايل ضل الضايج منا يروح يفل، ضايج منا يروح يفل، وبعدك عيني يا جمول انت برنج ما رح نتحرك. انت برنج بتسوي الكل. دقاقة الزيتون يا دقاقة، والحابق دبل ما بيعبي الباقة، والحابق دبل ما بيعبي الباقة، ويا رغيف حنطة وريحة الدراقة تروح خلفك تلة الوراقة، روح خلفك تلة الوراقة. دقاقة الزيتون يا دقاقة، والحابق دبل ما بيعبي باقة، والحابق دبل ما بيعبي الباقة، ويا رغيف حنطة وريحة الدراقة تروح خلفك تلة الوراقة، روح خلفك تلة الوراقة، تروح خلفك تلة الوراقة، روح خلفك تلة الوراقة، تروح خلفك تلة الوراقة. ويلي عليك يا زاهر ويلي، وعمرك ما حكيت لي. كنت اركب قلبي. وهي بتعرف؟ لك الاب تعرف. كانت وعدتها. اخ يا سعد اخ. احكي لي. قالت اذا قبل بيا هي بتقبل. وقالت لبيا؟ أبعرف. بتعرف اذا قالت له؟ الله العليم قالت له. وكيف تعرفت؟ اي ليه؟ كان كل ما شاف يقول لي ولك زاهر ليش ما بتعمل بيت بلاستيكي ها؟ ايه واذا قال لك؟ ولك لولا يكون قبلان ليش لا يقول لي؟ طيب ليش ما زرعت بيت بلاستيكي؟ هاي اللي مجنني يا سعد، هاي اللي مجنني بالله تقوصه. هلك طابق. يا أهالي قريتنا الكرام، ولك شبكن ما يقلكن يا اهالي ضيعتنا الكرام، قولوا نعم. انتوا بتعرفوني وبتعرفوا انه بدي مصلحتكن. نعم. لهيك كتبنا هالمزبطة مشان نرفعها للحكومة ونوقع عليها كليتنا. وشو هالمزبطة؟ مزبطة للمخطط التنظيمي. ما راح تستفيدوا شيء. وشو بيعرفها؟ انا اللي بعرف. يا اهالي قريتنا الكرام، انا مختار قرية جرف كنو، وهاي ختمة، واول واحد بدي يوقع على المزبطة. يا مسيو حسين، يا حضرة المختار، بتقرا لنا اياها تنعرف شو بدنا نوقع. ولك تكرموا هيك مزبطة بدها هيك ختم. مسيك رحمة بيك مسيك. شو قلتوا لك؟ ولك يا جماعة بوس ايدكي خلصونا بقى. بالله هل ما تعلق فيه. احترموا حاكم بقى. طيب اشوف. سامعة شيء؟ لا والله ماني سامعة. ويلي على هالعلقة. لشو يا رجال؟ شو في؟ بالله بلش الفار يلعب عبي. لشو؟ لاني متعوقوا مو هيك؟ ولك لا ما لين تعوقوا. لكن لشو؟ ولك الطبل والزمر كانوا شغالين وفجأة وقفوا ولا شو أبعرف. ايه بسيطة ياب، عاد شي حد يشوف شو صاير. بلشوا خوفتنا. يقولوا انه منا مصدقين يجوا العراس ياخذوا بتنا. ولك هلا ضروري كل العالم تعرف يا رجال، بعتوا من تحت لتحت. إليه ما أدهاكي. اتركوني خلص، اتركوني يا أخي. يا أهالي القرية الكرام، حضرتكم بتعرفوا اجونا المهندسين على القرية وعملوا مسح وعملوا جولة واحترمناه وقمنا بواجب مثل أي ضيف عزيز بزورنا بهالقرية، وسقيناه قهوة
وشاي وزوفة وطعميناه اللبي وشنقليش وبرغل بحمص الله يسمح وهن يدبي. وتصديقا لحكي المختار يوم كانت المهندسة وقعدت هيك ودبت ولا خلص بقى تقل حالك، عيب خلينا نكمل هالمزبطة. بحد بيك لا تتولدنا ليها. وقالت لي يومتا ربي ما اطيب اكلاتكم، ونحن لا عنا لا علم ولا خبر. بس هالمقشور السحني جودات علمه وخبره بالحادثة. وهذا المخطط التنظيمي للقرية يا أوادم. عمر أهل العريس ما تعوقوا هيك. على دوري عمرها ما صارت، رح تصير المغرب. من هذا المكان إلى بيت العريس السيد جميل البرهوم فيه شارع عرضه 12 متر. وبيت العريس ضوء عينيه رايح بالمخطط. وحاكورة السيد عبود صارت جنينة. خي عبود صار جنينة. ايه ما تزعلوا لتنقير حبيبي، مو بس خياك. وحاكورة صالح وحاكورة ابراهيم وحاكورة بو هدى صارت من عيليها لواطيها جنينة. نعم يا اخوان، في هذه القرية المباركة صار فيها 12 جنينة. ها؟ ايه طولوا بالكن واسمعوني السادكن بالرقراق حبيباتي. وعطول خط التوتر العالي الميمون ممنوع واحد يعمر بيت، واذا كان معمر بيت ممنوع يعمر طابق تاني. ايه هلستون وين ممثلين الشعب لك؟ شو بيعرفني؟ لا وشو بالنسبة للضيعة بده يخترقها أكثر من 30 شارع، وكل شارع عرضه من 10 ل 14 متر. شحر شاربة قرد مفكرين مركز محافظة نحن. سيد جودات، نعم. هالكلام اللي ما يقولوه الأفندية والأوادم صحيح؟ اي نعم صحيح. بسيطة، الأيام بيناتنا. هي اهلين والله. ارجع ابني ارجع. والله تارك لك إياها وراجع. ايه ويلي عليك يا بنت خالتي، بالله بعمرني ما شفت وحدة زعلانة على طلعتها من بات جماعتها مثل جمول. ديري بالك جمول، دموعك صاروا على خدك. من حزنها يا ولدي. أبقى نلحق نحكيها، هلق بيوصلوا العراسين. صحيح والله حلين يوصلوا، رح تصير المغرب لك جمو. ويلي عليك ويلي، هيك كان صاير معك بتحكي لي؟ شو بدي اعمل يا سعد؟ لما كنت شوفها ايه شو كان يصير معك؟ مغص هن مغص؟ وكان يعني يرجفوا سيقانه ويسلك حنكه. يسلك حنكك؟ وكان كمان هيك طوش قرعته ويسرح منخاره. قرعتك ومنخارك؟ اي والله، يعني كيف بدي اقول لك اياها، كان يصير معي شغله هيك مدري كيف تدور فينا الدنيا هيك تدور مثل شو؟ مثل الدوخه. عم في عيونك العمى ولا كنت عايشك ولا مقرب؟ اخ يا سعد ذكرتني، صحي كانت تهجم علي السعله وتمسكني من هنا والله مثل الضبعه. لا حول ولا قوه الا بالله. شو اسمه عشقايا؟ و10 مراكز إدارية، وما بعرف كم مدرسي، وما بعرف كم مستوصف. ولكن الشيء اللي بيطقق من الضحك بهالمخطط التنظيمي انه بقريتنا في مستوصف واحد. تصوروا عاملين طريق بيشقوا بنصه وبيقلعوا من شروشه. معقول الحكي؟ اي ليه يعني ما ضل منه شيء. واللي بيطقق المرارة بهذا المخطط في طريق بتمر على كل بيت بكرم الرجمي، ومن الجهتين ما من جهة وحدة. ولشو هذا الطريق؟ ما حدا بيعرف، ما في غير هالمقشور السحني رئيس البلدية بيعرف. اي نعم بعرف. ولشو؟ صحيح لي شو بقى؟ بدهم يخلوا العالم تروح على كرم الرجمي. لا وطولوا بالكم لسه في شيء تاني. حرف الأسود والرعيشي صارت جنينة، وفي طريق نازلة على الكيري. أعوذ بالله. وطريق على صفحة الرويسي، وهي الطريق بتلتقي مع الطريق يلي جاي من نغبين. عرفتوها؟ هي اللي كنا نسميها طريق الحب العزري. المهم بالموضوع يا اخوان، خط التوتر العالي الميمون اخد راحته ما يسرح ويمرح على كيفه، وكل البيوت والاراضي يلي تحت منه بدهم يشيلوها. المهم انه الطريق يلي جاي من نغبين مع مخطط التنظيمي تبع الاستاذ جودة بس تشوفوا ابقوا سلموا لنا عليه، الله لا يعطيه العافيه. هذا كليته بسيطه تجاه الشيء اللي بده يصير بنغبين. قلت شو صاير بنغبي؟ هلق يا ابو لوشي،
يا ابو جميل، انتوا بتعرفوا نغبين يا اخوان، كلها عباضة 10 بيوت. قال شو بدن يحدثوا فيها 3 مراكز إدارية 30 و10 طرقات، وخط التوتر العالي الميمون ممنوع واحد يعمر تحت منه حجر فوق حجر بعرض 30 متر. قسما بالله هذا ظلم. لا اله الا الله. بتعرف شو قاهرني يا مختار؟ شو قيرك يا ابو لوشي؟ غياب ممثلين الشعب. هي كهرباء يا حسين افندي، كهرباء، ولك ما لازم نحافظ على ارواح المواطنين. واللي مديتوه بين البيوت ما كان خطر على ارواح الناس. ولك يا جماعه مجنون يحكي وعاقل يفهم. تفضل. الله يطيب عيشك يا مختار، بشرفي صاير ما تعجبني. تفضل. بعدين يا ابو لوشي، يا اخوان، في مخطط بيتخطط غلط وبيتحاسب على اساسه، وبيلتعن افطاس ابو اللي خلفوه يلي بيفتح تمه. ابصر الحكي يا اخي، طالما حريصين على ارواح الناس وحياتنا الامنه، لشو ما مديتوه لخط التوتر العالي ومرختوه بالحرشي؟ هيك اقرب واريح. تفضل جاوب يا فهيم. هذا بده يعرف يفهمها. لو بالله ما حدا مفهمك غير هنا يا حبيبي. كل شي ما يصير مجاكرة، وهذا رأس الغلط يا جماعة. كل ما استلم واحد منصب بده يعمل حاله هو الحكومة. ولك عمركم شفتوا حكومة بتجاكر ولادها؟ هات تقلك هالمظبطة يا ابو لوشي. تفضل. اسمعوا يا اخوان، لذلك تقدمنا بعريضتنا اليكم يا سيادة الوزير والمحافظ والسيد مدير المنطقة والسيد مدير الناحية والسيد رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ومديرية التخطيط في هذه المحافظة، وكذلك مديرية الخدمات الفنية والصرف الصحي في هذه المحافظة، أن تنظروا بحال قريتنا وتعيدوا النظر في هذا المخطط الكيدي، وإلا فإننا سنضطر إلى مغادرة قريتنا الغالية على قلوبنا جميعا، لأننا فقدنا فيها ملكياتنا الزراعية وإمكانية الحياة الطبيعية. وأرجو أن تنقلوا هذا المخطط من قريتنا إلى قرية الأستاذ جودة رئيس البلدية. ليش ضيعتينا فيها مخطط؟ ما عملوا لها. لو رحمتوا لجدك ما عملوا لها. ديه ما نوع ضيعتنا بس. ايه وبعدين بديت اشوف كفي. وإذا كان ولا بد، نرجو منكم يا سيادة الوزير فصل قريتنا عن قرية الأستاذ جودة، لأننا بعيدون، بيننا وبينهم 5 قرى، ولا بدنا نحكي أكثر من هذا، لأن القصة من أساسها عيب بعيب بعيب. لذلك وإذا بتريدوا فصلوا قريتنا عن بلدية جودة، وإذا كان ولا بد خيب لها البلدية كليتها، لأنه ما إجانا منها غير التنغيص ووجع الرأس، وآخرتها هذا المخطط التنظيمي الذي خرب بيوت أهل القرية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير أهالي جرف كنو، عنهم مختار القرية أنا. من شانه يا الله خلينا نمشي، من لها تعبت أبقى فيه اتجوز. هيك لك. اي والله. العمى في عيوني العمى. روح عمي روح، الله يعطيك العافية. سلم لي على بيك. ها العمى هلك وقتها يا عمة الله. خير ان شاء الله يا رجال. شو ما يضحكي؟ بالله شو بيضحك؟ دخيلك شو هو اللي بيضحك هذا؟ ها قال شو؟ كانوا ما يلقوا خطابات. والله شو؟ اي والله. نروح نفهم الست جميلة لك حد يفحمي من البكي. ليكي شوشرية شوشرة. ها والله شو شوشرة؟ اي لا وحياة دخلك مو شوشرة، والله تعلي صوتي وسمع الضيعة عن مغير بلا مشيرقة. ايه روحي روحي. رايحة. العمى في عيونك، شو بدك تروحكي؟ شو حاسس هلا؟ حاسسك ما يسخني هيك سرحة بجوفي. ويلو ايه يا ويلو. ولوين وصلي؟ اي لسلسوب الضري لهنا. والله بعمري ما سمعت بعشق مثل هالعشق. لك هلا لك مسك القحف في راسي. اخ ساعدني ولا تعال تحملك لبيتك. والله سخنة من يوم اللي خطبة، يوم سخونة ويوم بردي. لك هلا مسك منفصلها ولا العمى في عيونه على هالعشق طلب عقريب. والله تقوصه. ليه عايز تقوص؟ تعال.
العروس. كتر الله خيرك، بالله كل خطوة خطيتوها على عيني وعلى راسي، وإن شاء الله يا رب من كافيكين بولاد ولادكي. حلستون انت وياه، يعني اسكتوا. ليك يا عريس، هلا قبل ما تاخد عروستك هيدو رئيس البلدية هون، خليه يعمل لك مخطط تنظيمي لحياتك الزوجية، احسن ما ياخدوا لك غرفة النوم بالقص. الله يخليك يا سطوف، لا تفاول علي، اتركنا بفرحتين. تفضل خيي سطوف، تفضل. شرفي يا عروس، تفضل. قرب تعال ولا خليني احملها. ولك بدك تضل حاملنا. ليش رح تضل مريض؟ ولك ماني مريض. اخ لو تعرف شو صاير معي. خلاص بكره بنسى والله لو غيرك قال هالكلمه دفقعت وكفي على بوزه مزقت الدم. قال بنسى. ده عجل بلشت تدبكي. بدك تدبي؟ بدي ادبي والله بيقل لي عقلي. اخلعك كف على صرصور دينتك. شو رايك؟ ايه بخاطرك لك حل عني. العبها في عيونك العبها في عيونك يا مجنون. والله تقوصوا هات عندك 30 جنيه. بتشدي ايدك عليها بتشيليها وتتلزقها. بلكي ما لصقت. شو بعرف عنها بدها تلزق. يلا بتلزق. والله تقوصوا اخ يا ابن المرهوم. ولو أهلا وسهلا فيكي وخبر الليل يجليكي والليل عسالة جميلي وفرحة ولادكي من كيفيكي. شعلة بسيطة بالله يا أنا يا هو. ايه خيي حسن، نعم. وصلت لي سحارة البندورة؟ ايه بالله يا عمي وصلت. الله يا رب يكتر خيرك. وخيركن يا خيي. وحظي كان في جواتي شوية خيار. ما يكون الهنا ان شاء الله. الله يهنيك يا رب. ايه ما قلت لي شو هلق قديش وصلت النقطة؟ على بنتي لسه ما عديناها هي. ما عديتوي. حظي انا بعرف. عليم الله وصلوا لشي 10,000 ورقة سوري. هذا النقدي غير العيني ولك عيني انت عيني. خيي على قولة المثل الدنيا ذا نوفا. نعم. والهي وربي ومولاي يكتر خيرك وخير هالعالم. امين يا رب. امين يا رب. الهي يا رب يوفقك وييسر امرك ويقضي غرضك ويشفي مرضك. دق المهران جاي الغالي قلبي محتاج قمر آلي. يلا
الجرة جيبوا المية قهوة المرة لابو عبية عبوا الجرة جيبوا المية قهوة مرة لابو عبية ويا دلالي وين الغالي واليا دلالي وين الغالي دقوا المهبل جاي الغالي قلبي محتاج قمر علي ودقوا المهبل جانا الغالي قلبي محتاج قمر علي واليا بالراجي شيلوا فالي واليا بالراجي شيلوا فالي يا عريس تبكي وتبكي وتبطل مش صغنى القرادي وختياري رندح نوار يردوا خلف الردادي ردادي تبكي وتبكي وتبطل مش صغنى القرادي وختياري يرندح نوار يردوا خلف الردادي يلا 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 غني لي على دلعونا ومنك ما احلى الميجونة خزامي ضحكيت عيونا لما غنت عاليادي وعاليادي غني لي على دلعونا غني الدلعونا خزامي ضحكيت عيونا لما غنينا اليادي وعاليادي تبكي وتبطل المش غنى الغرادي وختياري يرندح موال يردوا خلف الردادي عاشوا الله 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 يلا يلا يا خزامية يلا 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 كف العريس يا ولو يلا يا خزامية
نزلت عالدبكي خزامي تتمايل مثل اليمام علواه تمسك قدامي دبكاتها عندي زوادة 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 نزلت عالدبكي خزامي تتمايل مثل اليمام علواه تمسك قدامي دبكاتها عندي زوادي 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 دبكي ودبكي وطبل والمجوز غنى الخراب واختياري رندح نوال يردوا خلف الرداد ردادي ردادي يلا عاشو يلا 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 يا عريس هذا القصة بديت بفكرة مخطط هنا التوتر يخدم الضيعة الجميلي المخطط صار يا مختار المخطط جريمة الدمر الغاب الجميلي يا والله يلا 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 عقلي براسي سوسحته بدي اعطيكي مسمحته محسوبك شحرور الوادة والوادة والوادة تعالي حتى ولك وين رحته عقلي براسي سوسحته بدي اعطيكي مسبحته محسوبك شحرور الوادة والوادة والوادة تبكي ودبكي وطبل مش غنى القراد مختاري رد موال رد وخلف الرداد رداد 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 هلا خطاب الموت يا زهر الكرو والله زحكمته تقوصة جميل. شو رأيك نطفي الضوء؟
شو حالك ولا؟ اخ يا سعدة، اخ يا كويس. شو حالك شو حالك؟ اخ يا وركة. لك شبك. اي اخ يا سرسب الضريح. رجع نزل على ظهره. ولك لا لكن شو صار؟ وقعت عن السندياني. وكيف توقعت؟ والله كنت ما قوصته لابن البرهوم. قوصت له؟ امتى؟ وقت اللي طفى الضوء قوصت له. ايه وبعدين؟ والله انا ما قوصت له منها، وقعت منها. يا اخي هيني تعال تاخدك على المستوصف. قوم. بيجي بعد المستوصف لهون ولا؟ جن الصبي. ايه بيجي. تعال يلا تعال نجيبه سوا. يلا عمالك تشمعت يلا بقى. يلا قوم بقى. لك على المدير منه. لا خلاص انسى. الله ياخذك عنده. عيونك بكره. خلاص انسى. ولك سعد، شو حاله زاهر؟ والله ما تطلع روحه. والله قلت لي عقلي قوصه. كله منك يا ابن البرهوم. امسكه مظبوط احسن ما يسلت. امسكه. انت سكيت مالك علاقة. اصلا هنت مثل الهر، ما شاطر غير بالمضمطات. مطمط هيك وهيك تمطمط. تعرف معك حق. قوصه. ولا ما تتمقلس علي بهك يا صديق العمر. فين عليك؟ هر. ولك شو حالك؟ شو صاير لك؟ ما حاله شي ما حاله. تعال استلم ادواته عندك. تعال تعال ريحني منه. اطلع قوصه اطلع. ولك اهلا بخيي زاهر، ولك اهلا بزينة هالضيعة. والله ما في معط قملي الا ما يوجعني بجسمي. سلامتك. فاقد. مينا؟ هي يا سرسب الظهري. هي هون ما يوجعني. ولا زاهر شو منك جوعان؟ والله من امبارح وقت اللي بلش طبلي يدق هيك ما دخلت دجلة امي ميت من جوعي. طيب وقف هنا تلف لك على الضوضاء. الله يسترك. سبحان الله بطعم جاس القوصك يا ابن البرهوم. بسيطة. يا الله ما أكيس ضيعتنا. صرنا زمان منتظرين مخطط ينظمها. اجى هالمخطط ضربها من عيليها لسيفلها. يعني هالمهندسين واصحاب الامر اللي بيعملوا هالمخططات يا ترى ما عندهم ضياع وقرى وبلدات يحبوها ولكوا يزعلوا عليها؟ مثل ما زعلنا على ضيعتنا. آخ يا ريتني فيني بقول الله يسامح. والله ما فيني بقولها. صباح الخير يا مختار. اهلا ابو لوشي. وين رايح؟ والله نازل على المحافظ. من شان شو؟ مشان المزبطة. وبدك تشوفه للمحافظ؟ ان شاء الله وانه الله قدر بدي اشوفه. والله بدي اروح معه. لا ولو شو بدك تسوي معي؟ لك يا اخي دعم. بارك الله فيك يا ابو لوشي. بالله طول عمري بقول ما حدا بيآزرني بمواقف الشدة غيرك يا ابو لوشي. تفضل يا نحنا يا مخطط هالمقشور السحني جودات. تفضل. ليك تقلك يا بدك تثبت حالك مختار ابن مختار الله يرحمه لبيك تعيش يا عم. اذا ما طلع معك شيء بالله ما ينم ازرك بالحمله الانتخابيه الجاي. ولو يا ابو لوشي انت بتعرفني رجال صعب وقف. شو وين رايحين؟ عمي زهير ان الله قدر نازلين على السيد المحافظ. قولك بده يطلع شيء من هالمزبطة؟ ان شاء الله بده يطلع لانه نحن اصحاب حق. نازل انا وعمك ابو لوشي وان شاء الله بيطلع معنا. بالتوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك.
والله يا ولك قلت شو حالك ولك تقنع شو حكينا هلا حكينا لا تجن قدام الوحافظ هاي جنيت قدام جوتك معقول الحكي الحما بقلونه شو بكره هو ان الله يسر وحق العلي القدير تكسر لها القرعه هذا ابو براغي مفكر حاله بده يطبق مشروعه لا بالله يا نحن يا المخطط بارك الله فيك قاد ومدي عربي فوق الوسط المسوية بسانة خشو لمة ناس ضوي سراج وخبز الصاج كل ما بذكرها ضيعت فيض الدمع بعيني